أنا يا إخوتي لم يمن الله سبحانه وتعالى علي بحفظ القرآن، لكني سأجتهد وأحاول وأصاول من أجل أن أحفظ القرآن، وأهنيكم يا حفظة القرآن. وأنا أخوكم وابنكم الصغير كما قلت لكم، سأوجه لكم نصيحتان بارك الله فيكم، أتمنى أن تقبلوها مني. النصيحة الأولى أن تعرفوا من تصاحبوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. أخي الكريم، إذا رأيت صديقك على معصية ولم تنصح، اعلم أن حبك له ناقص. نعم، أتخاف عليه من كسر مشاعره وجرح خاطره، ولا تخاف عليه من نار جهنم؟ خذ بأيدي أصحابك إلى الجنة. من رأيته على خير اثني عليه، ومن رأيته على معصية أعده ولو جرا من رقبته. النصيحة الثانية، أخي الكريم، أوصيك فخذ بوصيتي، أرجوك اثبت والزم محرابك، واتخذ القرآن رفيقا وخليلا لأوقاتك. خليلا لأوقاتك، لا تجعل الفتن والشهوات والملذات تسيطر عليك. اذهب وفر بقلبك إلى بر الأمان، وأكثر من الطاعات والاستغفار. والله سبحانه وتعالى إذا رآك تحاول وتقاتل وتصاول من أجل أن ترضيه سيعينك الله سبحانه وتعالى. ودائما في هذه الدنيا كن غريبا، فطوبى للغرباء. وآسف على تأخيري، وهناك في القلب كلام لا ينتهي، فمبارك لحفظة القرآن الكريم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الجنة على سرار متقابلين. إني داع فأمنوا لعلها أن تكون ساعة إجابة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال أحزاننا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سلامة، وبكل سورة سعادة، وبكل جزء جزاء يا رب العالمين. وقبل أن أنتهي أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا حافظ القرآن اعلم أنك خير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم من أخيار الناس، أخير الناس، ليس في المرتبة الثانية والثالثة، في المرتبة الأولى. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.